طيب، أنا مصطفى مهدي، أنا طالب مصري بدرس في أمريكا بقالي سنتين، وأنا عملت كل أنواع المشاكل اللي أنت ممكن تتخيلها. غرقت سكن، اتخانقت مع ناس، dudes, like big dudes. عملت كل أنواع المشاكل واتعلمت حاجات كتير. فأنا في الفيديو ده هقول لك إيه أكبر المفاهيم الخاطئة اللي أنا كنت متوقع إنها تبقى صحيحة، وجيت هنا واكتشفت إنها غلط في أمريكا. فافضل في الفيديو للآخر لو عايز تدرس في أمريكا. أول حاجة واكتر حاجه مضحكه بالنسبه لي، انا بجد الموضوع ده مضحك قوي بالنسبه لي، انا كنت فاكره اسطوره، بس دخلت على جروب فيسبوك امريكا شيكا بيكا وببصيت لقيت معظم الناس فعلا فاكرين ان الموضوع ده حقيقه، اللي هي جمله الراجل المصري المصري يروح بيروح اي في مكان اي في حته في العالم العالم كل كل الستات الناس تموت فيه. بتحبه. شوف، دي اكتر حاجه مضحكه في الحياه، يعني انا مش متخيل ان احنا كمصريين فاكرين نفسنا محور الكون، ان يعني المصري يروح في العرب بشكل عام. دي كانت حاجه مضحكه بالنسبه لي وبس يعني. طيب شوف، هو الموضوع مش خاطئ بشكل تام، يعني هو خاطئ، هو اكيد خاطئ. شوف، انت لما بتيجي من برا امريكا فانت اجنبي على الامريكان، فالامريكان بيشوفوك حاجه مميزه، نفس عقده الخواجه اللي عندنا. لما بتيجي بيبقى شكلك مختلف، شعرك بيبقى مثلا غير شعرهم دايما ناعم، انت مش اصفر، مش عيونك زرقاء، انت بتبقى مختلف شويه عنهم، فبتتلاحظ بسهوله، بتبقى مثير للاهتمام. واكتر حاجه معايا انا شخصيا فرقت، انا ما بتكلمش بلهجة امريكية، انا بتكلم كأني عندي لغة لسان اللي هو اللغة العربية، وبتكلم انجليزي. فانت بتكون مثير للاهتمام عشان لهجتك، عشان انت شكلك الناس تسمعك تقول دقيقة انت مش من هنا. وده حصلت معايا مليون مرة، حد يسمعني بتكلم يقول دقيقة انت مش من هنا، انت منين؟ فالموضوع بيبقى مثير للاهتمام عشان انت بيبقى وراك قصة، يعني لو انت مش من هنا فانت اكيد من دولة تانية، فايه اللي جابك هنا؟ انت لسه صغير، مش عارف ايه، بيبقى وراك قصة، فبتبقى شخص مثير للاهتمام. فممكن الموضوع ده يترجم بعلاقات كتير، بصداقات كتير، ببتاع، بس في الاغلب لا. انا اعرف ناس كتير معايا في الجامعة مصريين ولا اي حاجة. انا بس عشان انسان اجتماعي، بخرج كتير، بتكلم كتير، بعمل كتير، بتحرك كتير، بعمل مشاكل كتير، فالناس كتير عرفتني، فده الموضوع ده اترجم في ان انا عندي صحاب كتير. خليني اقول صحاب عشان ما اعرفش مشاكل. قبل ما اكمل الفيديو انا عايز اقول لك القناة دي فيها كل حاجة لو عايز تدرس في امريكا. لو تقدر يعني تعمل لي اشتراك، عشان شوف، انا صدقني انا مشاهد قبل ما اكون صانع محتوى، واعرف حوارات اليوتيوبرز ولايك واشتراك. سيبك من الكلام ده. انا عشان اصور في الجامعة محتاج يبقى ليا اسم تقيل شوية، عشان ما تحصليش مشاكل مع الجامعة لازم اجيب تصريح ومش عارف ايه. فانا كلمت الناس اللي اعرفهم، قالوا لي طيب ادينا حاجة تخليك مميز، مش ولد قاعد يصور وخلاص، خلينا نعاملك معاملة ان انت بتروج للجامعة. فقلت لهم طب اعمل كده ازاي؟ قال لي على الاقل يبقى عندك 10,000 متابع. فاحنا دلوقتي 3000، احنا مخلصين 34% من الرحلة دي. فعايزين قبل ما ارجع الدراسة عشان اعرف اصور لكم، فاكرين يوم في حياتي في الجامعة الفيديو اللي هو احسن فيديو في القناة، اللي كل الناس قالوا ان هو احسن فيديو؟ لو عايزين انا هقدر اعمل الفيديو ده مرتين في الاسبوع، ممكن اكتر كمان. لو كل واحد دلوقتي اشترك وجبت حكيت لاصحابك قلت لهم الولد ده لطيف خلينا نشترك عنده، وهكذا يعني. المهم نكمل. دي اول حاجة. تاني حاجة اللي كل فعلا بيتكلم عنها، ودي حاجة خاطئة بالثلث، يعني خاطئة تماما، ان الامريكان مش جدعان. شوف، انا ربنا رزقني باحسن صحاب في الدنيا حرفيا. انا اتولدت في الكويت، فكان عندي مجموعة صحاب مصريين وسوريين، فلسطينيين، كويتيين، ودايما بقى على احسن ناس، يعني بطيبان كان معايا في المدرسة، كان أخويا، كان عندي أصحاب من اسكندرية، من كفر الشيخ، حتى وأنا ما بحبش لما أمزح، كفر الشيخ حبايبنا. عندي أصحاب من أسيوط، عندي أصحاب من القاهرة، عندي أصحاب من قنا، عندي أصحاب من سوهاج، عندي أصحاب من كل حتة. وكنت دايما أنا زي ما قلت أنا شخص اجتماعي، كنت دايما على أحسن الناس. محمد رضا اللي عمل لي اللوجو اللي اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات، المعلق بتاعنا مؤيد، المؤيد من سوريا، من درعا، احسن ناس بتاع سوريا. ابراهيم ايمن وعلي فكري، ناس انا كبرت معاهم، ناس بجد بحبهم، جدعان بطريقه مش طبيعيه. انا هقول لك، هنا في امريكا الناس بتساويهم في الجدعنه،
وممكن اجدع كمان. بس انا اقول لك ان ممكن اجدع دي عشان احنا دلوقتي كبار. انا دلوقتي عندي 20 سنة، انا عندي 19 سنة، دلوقتي عندي 19 سنة. فكل صحابي معهم سيارات، عندهم القدرة ان هم يساعدوا، عندهم اللي مأجر شقته هو، فعندهم القدرة ان هم يساعدوا اكتر من صحابي اللي في الكويت. لان احنا في الكويت كنا عيال كلنا، ويعني عيال بتروح المدرسة وبتاع، فما عندكش ساعة قوي ان انت تبقى اجدع واحد في الحياة. بس انا هنا بقول لك، انا اصحابي في امريكا جدعان بطريقه مش طبيعيه. انا مش بهزر معاك، انا في اكتر من موقف كنت هروح في 60 داهيه لولا اصحابي. اقول لك اقل موقف، اخويا اللي انا قاعد في بيته دلوقتي كيلوب، يعني بعيدا ان هو مستضيفني في بيته وانا ما بدفعش حاجه واهله بيعاملوني نفس اكني ابنهم بالظبط. الهدوم اللي بيجيبوها له بيجيبوها لي، باكل نفس اكلهم. بطلوا ياكلوا لحم خنزير عشان ما اكلش لحم خنزير، فدايما بينتبهوا للحاجات دي، بيحترموني بطريقه مش طبيعيه. بس بعيد عن كل الكلام ده، بعيد عن وعن الراجل العجوز اللي ساعدني في فيديو السياره ده، بعيد عن كل الكلام ده، انا وكيلب في مره كنا رحنا المكتبه، كان علينا اختبار رياضيات، فضلنا نذاكر لغايه الساعه 3 بالليل. طيب ده كان اول شتاء ليا في امريكا، ما كانتش حتى الشتاء، كان اكتوبر ولا حاجه، لا هيكون اخر اكتوبر اول 11. كنا طلعنا من المكتبه، الدنيا كانت تلج. هو مش تلج بالنسبة له قوي، بس الدنيا كانت يعني تحت الصفر، والدنيا كانت ساقعة 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 بجد، يعني مش تحت الصفر يعني كانت برد، كانت برد. انا ما استحملوش. انا مولود في الكويت وعايش في الكويت 50 درجة سيليزية، اللي هو يعني انا متعود على الحر. فانا كنت لابس تقريبا حاجة نفس دي بالظبط، بس انا كنت لسه بردان. كيلوب كان لابس حاجة نفسها برضو. فعمل ايه كيلوب؟ خلع الهودي بتاعه واداها لي، وهو كان مش لابس حاجه تحتها، فهو كان بيتلج حرفيا، وطلع يجري على السكن بتاعه وسابها لي انا عشان انا ما اتلجش. دي قد ايه هم جدعين، يعني اللي هو ايه حركه في ارجل من كده يا عم، ما يعني فعلا 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 رجاله بطريقه مش طبيعيه. وجونا اكتر من مره يعني. وعندي تايلر انا كان خلص الدراسة والسكن قفل، فضلت قاعد عنده في البيت فترة، وهو اللي بيطبخ فطار، بيطبخ غدا، بيطبخ عشاء. يعني ناس رجولة بطريقة مش طبيعية، أحسن حرفيا حرفيا حرفيا. بعيدا سيبك من الناس اللي يقول لك الأمريكان كل واحد في حالهم. الأمريكان ممكن على الموضوع عشان أنا في ولاية معينة، بس فعلا الأمريكان اللي أنا أعرفهم من أحسن الناس في الحياة فعلا. وده يجيبنا للحاجة اللي بعدها، واللي هي إن الأمريكان متدلعين. شوف، دي حاجة خاطئة. هو الفكرة في الأمريكان بشكل عام إن فيهم أقصى اليسار الناس المخانيت على الآخر، والناس الرجالة على الآخر. يعني لو جبت ناس مسترجلة قوي في مصر وناس مسترجلة قوي في أمريكا، الناس المسترجلين قوي في أمريكا هيكونوا أعلى، وهكذا من الناحية التانية. بس أنا أقول لك إن الأمريكان فعلا بيكونوا بيعرفوا يعملوا حاجات كتير أنا كمصطفى ما كنتش بعرف أعملها. يعني كل الامريكان متعودين يطبخوا لنفسهم، كل الامريكان متعودين يغسلوا هدومهم. انا مش متعود على الحاجات دي. انا الست الحبايب كانت بتطبخ وبتغسل. ان الامريكان مدلعين دي حاجه خاطئه الى حد كبير. يعني كل الامريكان هنا فعلا بيكونوا بيعرفوا يعملوا حاجه. وبقول لكم الامريكان اللي بيهزروا الكاوبويز، انا في ولايه كنتاكي، فاللي بيهزروا بيكونوا فعلا مش طبيعيين. بيكونوا يعني دول يهزروا لك بأسلحة، بضرب نار، مش عارف ايه. شوف أليكس الولد اللي ساعدني في الاسايز، شوف عنده كام سلاح. حاجة مرعبة، حاجة مرعبة بجد. اللي هم مش اللي هم متدلعين واللي هو تحسهم فافي يعني. لا هم، او على الاقل اغلب اللي انا قابله صح، في من فترة لفترة تقابل حد اللي هو ملون شعره، انتوا فاهمين يعني. بس الاغلب اللي انا اتعاملت معاه على الاقل في الولايه اللي انا فيها رجاله كده، رجاله اللي هم رجاله، فاهم؟ انتوا ساعات تشوفوا من رياضاتهم كره القدم الامريكيه، الرugby، البوكسنج اللي بيلعبوه، الحاجات اللي بيلعبوها فعلا ناس يعني. المفروض اصلا الامريكا اساسها رعاة بقر هزموا الجنود البريطانيين، فهم اصلهم ناشف يعني. بس دلوقتي حريه. انا على الاقل في ولايتي ما بشوفش كتير من الحاجات دي.
بس يعني من الاخر الامريكان مش توتو زي ما احنا بنقول، مش متدلعين، ما في صورة عامة عنهم عندنا، وعلى الاقل ده اللي انا كنت فاكره. وده يجيبنا الرابع حاجة، ان انت هتروح امريكا تبقى توتو. شوفوا القصة بدأت لما كان في واحد اسمه زد شو زد. المتابعين السعوديين، السعودية تاني اكتر دولة بتتفرج على الفيديوهات دي، هيكونوا عارفين القصة دي. كان في واحد اسمه زد شو زد، انا شخصيا كنت بتفرج عليه وانا صغير. كان هو راشد وبدر. ايه اللي حصل؟ راشد راح امريكا الثانوية وقطع عن قناة اليوتيوب، وبعد فترة طلع له فيديو وهو، انا هعرض الفيديو خلاص. اللي هو احي اللي حصل، اللي هو بقى شاد بقى من بتاع. فطلعت بقى فكرة بشكل عام، والسعوديين عارفين الموضوع ده. وفي أكتر من موقف حصل إن ناس مبتعثين يروحوا يتحولوا بنات وأي عبط. الفكرة إن أمريكا هتحول الشخص متدلع وبتاع. أنا أقول لك، أنا ما كنتش بعرف أضرب نار، ما هي مش دي الرجولة يعني. بس ما كنتش بعرف أضرب نار قبل ما أروح أمريكا. أنا ما كنتش بعرف أصلح سيارات بالطريقة اللي أنا بعرف أصلح بيها سيارات قبل ما أروح أمريكا. حرفيا بعيدا عن إن الغربة نفسها بتخليك راجل لأنك بتعتمد على نفسك بشكل كامل، غير يعني شوف البنات اللي هنا. ما انت مش هتيجي هنا وتتحول شاذ، تبقى انت عبيط، تبقى انت مجنون ايه يعني. انت بجد يعني حرفيا حور عين، ملائكة، حوريات، تقوم انت بتحاول شاذ؟ لا، ده عبط. فانا الموضوع ده بيضحكني فعلا يعني، ان الناس فاكرين تيجي هنا تتحول شاذ. ازاي في حد يشوف البنات دي ويتحول شاذ؟ انت مجنون. فبس يعني هو ده هي دي القصة، وهي دي الأربع حاجات، المفاهيم الخاطئة عن الدراسة في أمريكا. أنا آسف لو كنت إلى حد ما خارج عن يعني صورة المقطع. برضه أنا استسخفت نفسي لما حطيتها، بس أنا محتاج أوصل ل10,000 متابع، ومحتاج ضغطات، ومحتاج كليكات. فده الموضوع. فلو أنت كملت الفيديو لغاية هنا، شكرا على المشاهدة، شكرا بجد. ومتنساش تشترك، جرب تعمل لايك. أنا عمري ما طلبت لايكات، بس تقريبا اللايكات بتنشر الفيديو. انا مؤمن ان لو انت عجبك الفيديو هتعمل لايك لوحدك، بس ممكن في ناس بتنسى. فلو عملت لايك دلوقتي، انا حاسس ان أنا بقيت يوتيوبر قوي اللي هو بس انا لا معد اجي على 10,000 متابع. فشكرا على المشاهدة، وبحبكم يا رجالة، واطلع بره.